اهلا وسهلا بيكم معايا في قناتكم تاروت ميرو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالى النهارده نشوف مين الشخص اللي جاي في طريقك للحب، للارتباط، للزواج. ما تحط الشخص بعينه في بالك، خلي الكروت هي اللي تقول لك مين اللي جاي في طريقك. حاول تصفي ذهنك خالص واستمع للقراءة وما تفكرش في اي حد. تمام. واللي اول مره بيزور القناه يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، يدعمني بزر اللايك، يفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد بقدمه عندي في القناه. واللي حابب يحجز قراءه خاصه هتلاقوا طبعا رقم التواصل في صندوق الوصف تحت، والقراءه بحروف اسمك انت او على حسب ما حابب تختار بالكروت. معايا المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، والاحرف هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. ويلا بينا على طول نبتدي بالقراءه الاولى. اصحاب الاختيار رقم 1، اهلا وسهلا بيكم معايا. تعالى نشوف الطاقة بتاعتك في الفترة دي علشان تشوف القراءة منطبقة معاك ولا لأ. ولو ما لقيتش الطاقة بتاعتك منطبقة ممكن تشوف القراءة رقم 2. الطاقة بتاعتك دلوقتي. طيب. واضح كده ان انت حد رومانسي جدا، حد انت ممكن تكون حاطط شخص بعينه في نيتك، مع ان انا قلت ما تحطوش حد في نيتكم، بس تمام. ممكن تكون انت بتفكر في شخص معين. الشخص ده ممكن تكون انت اتعاملت معاه لفترة قليلة، او يعني قعدتوا مع بعض شوية صغيرة وابتعد عنك، او ممكن تكون انت متعرفش عنه حاجة دلوقتي. ممكن يكون كان في مثلا رسائل ما بينكو، حب وغرام وحاجات من دي، لكن انت بتتذكر الحاجات اللي كانت ما بينكو في الماضي. واضح كمان ان انت الشخص ده ممكن تكون كنت مكلم اشخاص عنه، ان انت كنت معجب بيه او ان انت كنت مرتبط بيه. كان نفسك طبعا الشخص ده يكون مشروع زواج، يعني انت كنت بتتمناه زوج او زوجة، ان انت تشوف نفسك معاه في الزفاف. الشخص دوت او انت دايما ممكن تكون عايش في خيالاتك شوية، يعني ممكن تكون بتتخيل حاجات ونفسك ان هي تتحقق في العاطفة. اما بالنسبة للعمل فانت واضح ان انت شخص عملي جدا جدا، انت ممكن تكون مشغول قوي. لو انت مش بتشتغل فممكن تكون حياتك مليانة حاجات كتير ممكن تكون بتعملها. ممكن تكون انت مسؤول عن حاجة، ممكن تكون انت شخص في اختبارات كتير انت واقع فيها الفترة دي، وبتحاول ان انت تكون بتأديها على اكمل وجه، يا اما في العمل يا اما في حياتك عموما. شايفاك كمان ان انت ممكن تكون لبعض الاوقات بتبقى مرتبك شوية، ان انت بتبقى عايز الحاجة اللي انت بتعملها تطلع يعني مظبوطة جدا. كمان شايفاك ان انت شخص ممكن تكون بتحاول تجمع في الأموال الفترة دي، انت شايف ان المادة ممكن تكون هي العامل الأساسي في حياتك. ممكن كمان تكون انت بتفكر في سفر برضو، او عايز تعمل رحلة للخارج. ممكن تكون انت عاوز تتمتع برضو شوية بالوقت بتاعك، وقت الفراغ، او تسافر تشتغل. كمان شايفاك ان انت في الفترة دي انت زي كأن بتقول ان ربنا اداني نعم كتير، ان ربنا بيحبني، ان ربنا مثلا ميزني عن اشخاص كتير، ان انت عندك مثلا ميزة مش عند الغير. ممكن تكون مثلا ان انت شغال شغل كويس، او ان انت مثلا مقتنع بحياتك، انت مش يعني مش متبطر ابدا على حياتك، او مش بتتبطر على اللي انت فيه، بالعكس انت مقتنع جدا بحياتك، بالرغم ان انت ممكن تكون مستني شخص بعينه. تمام. هاخد لك برضو تاني كارت للطاقة، توضح لنا اكتر الطاقة بتاعتك في الفترة الحالية. شايفاك ان انت ممكن تكون بتفكر كتير جدا، ممكن تكون بتتواصل مع روحك الداخلية كتير، ممكن برضو تكون انت شخص روحاني. ممكن تكون في فكرة كده طاقة في دماغك الفترة دي عايز تعملها. ممكن تكون ان انت الفكرة دي ان انت عاوز تتواصل مع شخص، او ان انت عاوز تعمل حاجة جديدة في حياتك. كمان شايفاك ان انت زي كأنك بتتحدى نفسك، ان انت الحاجة اللي هتحطها في بالك هي اللي هتحصل. وممكن كمان تكون انت بتغير مسار حياتك. ممكن تكون انت شايف ان انت عندك بعض المساوئ، مع ان انت راضي بحالك وراضي بعيشتك، لكن في حاجات فيك انت بتحاول تغيرها في الفترة دي، لكنك انت مقتنع بنفسك داخليا.
تمام. فدي الطاقة بتاعتك انت علشان تعرف القراءة منطبقة معاك ولا لا. طيب مين بقى الشخص اللي جاي في طريقك للحب للارتباط، بيفكر يرتبط بيك، بيفكر يعمل معاك علاقة، علاقة ارتباط، علاقة زواج. طيب ده شخص ممكن يكون مدي ظهره للناس، يعني اللي هو ما بيهموش كلام الناس، بيعمل اللي في دماغه بس. الشخص دوت ممكن يكون مشغول جدا جدا، وكمان على فكرة هو مشغول بيك، يعني بالرغم ان هو مشغول في حياته مدي ظهره للناس وبيعمل الحاجة اللي هو عايزها، لكن هو برضو مشغول بيك. الشخص ده ممكن يكون بيرعى ناس آخرين، ممكن يكون مسؤول عن أشخاص، لدرجة إن هو ممكن يكون بينسى نفسه من كتر ما هو متعلق بالأشخاص دي. ممكن الأشخاص دي تكون أسرته مثلا، عنده عيلته وأهله كده، هو متعلق بيهم جدا. الشخص دوت ممكن يكون صديق ليك، هو بيحبك جدا وشايفك ان انت شخص تستحق الحب اللي هو بيحبه لك. الشخص ده دايما واثق فيك على فكرة. الشخص دوت واضح ان هو بيخرج عايش حياته، ان هو متمتع بحياته دلوقتي، لكن عنده الشغل شغل يعني، وما بي يعني ما بينساقش ابدا لكلام الناس، اللي بيجي في دماغه هيعمله. الشخص ده ممكن يكون شخص هادي شوية بطبيعته، ممكن يكون مش متردد في قراراته، يعني قراراته على طول بيعملها. ممكن يكون الشخص دوت للأغلب هيكون أصغر منك شوية في العمر، ده للأغلب مش للكل. كمان الشخص دوت ممكن يكون مفتخر دايما بنفسه، وممكن يكون عنده حد في العيلة أو والده مثلا والدته مفتخر بيهم دائما، اللي هو مثلا شغالين في مناصب عالية أو حاجة زي كده، أو هو دايما مفتخر بعيلته وبأهله. الشخص دوت شخص راسي جدا وعاقل، يعني اللي هو دايما ثابت في مكانه، ما بيهموش كلام الناس، وهو على يقين ان الحاجة اللي هو عايزها هيوصل لها. على فكرة في حاجات مشابهة منك برضو. الشخص ده برضو ممكن يكون بيتواصل معاك بالروح على فكرة، وانتوا كنتوا على علاقة قبل كده ببعض، او انتوا اتعرفتوا على بعض مثلا من خلال صداقة، او هو مثلا معاك في العمل حاجة زي كده. الشخص دوت كمان شايفاه ان هو شخص متسامح جدا، يعني ما بيشيلش من الناس، شخص كده تحس ان هو صافي من جوه. كمان هو شخص ممكن تشوفه تقول ان هو غير منظم في حياته، ان هو فيها رجالة عنده، لكن هو مش كده ابدا، هو ما بيهتمش لكلام الناس. شخص ممكن يكون مميز في الشكل شوية، شخص ممكن يكون الناس بتحكم عليه احكام خاطئة. شخص ممكن يكون بيحب الضحك والهزار جدا، يعني اكتر حاجة بتميز شخصيته ان هو فرفوش كده وبيحب الضحك، ومش نكدي ومش كئيب، مش كده خالص. الشخص ده ممكن يكون عنده خبرات في الحياة حتى لو هو صغير في السن، لكن هو ممكن يكون سنه أو هو دماغه كبيرة شوية، ولو هو مش صغير فهو ده شخص عنده خبرة في الحياة، هو فاهم الدنيا صح، شخص ممكن تعتمد عليه جدا جدا. الشخص دوت كمان شايفاه ان هو بيراقب فيك، بيبص عليك من بعيد وهو مبسوط، شخص زي كأنه منتظر الوقت المناسب علشان يجي يتكلم معاك. الشخص ده بيفكر فيك كتير جدا، الشخص دوت انت شاغل حيز كبير جدا من اهتماماته. الشخص ده بيفكر ان هو يجي يصارحك قريب ويعترف لك بالحب بكل صراحة وكل وضوح. الشخص ده كمان شايفاه ان هو ممكن يكون بينفرد في بعض الاوقات لوحده بذاته كده، يعني اللي هو ممكن تلاقيه بيختفي كتير. الشخص ده ممكن يكون مش موجود كتير مثلا على السوشيال ميديا، ممكن يكون مش موجود كتير قدامك، ممكن يكون انت كتير بتبقى بتفكر فيه مش بتلاقيه. هو شخص مش دايما متوفر ومش دايما موجود، فدي من اكتر مميزاته. الشخص ده ممكن يكون بيحب كده يقعد في الطبيعة، ممكن يكون عندهم مثلا يعني أرض بيزرعوها، أو بيحب يقعد كده في جنينة، بيحب يقعد كده في خضرة. تلاقيه دايما بيميل للوحدة، هو ممكن يكون ما عندوش صداقات كتير، او عنده صداقات لكن دايما بيميل ان هو ينفرد بذاته. الشخص ده كمان شايفاه ان هو زي كأنه برضو بيتأمل كتير في الحياة، وشخص ممكن يكون للبعض ممكن يكون شخص متدين شوية.
شخص بيعمل كل حاجات يعني كل الحاجات المطلوبة منه في الدين، إن هو شخص متدين بيصلي بيصوم ملتزم بحياته ملتزم بدينه، شخص واثق في نفسه جدا جدا. طيب ممكن يكون الشخص ده بيشتغل ايه بقى؟ يعني عاوزين نشوف برضو كده عنه اكتر، ايه الحاجة اللي ممكن تكون او بيكون بيشتغلها. الشخص دوت يا اما هو زي ما بقولك كده يا بيزرع حاجة، يا الشخص دوت مثلا بيشتغل مثلا بيسافر بره وبيجي يعني بيسافر للخارج، او ده شخص مثلا ممكن يكون عنده حاجة وفي اشخاص شغالين تحت ايديه مثلا. الشخص دوت واضح ان هو عنده وفرة من المال. تمام. كمان الشخص دوت ممكن يكون بيساعد ناس تانية تحت ايديه زي ما قلت لك. الشخص دوت ممكن يكون بيعمل لنفسه حاجة خاصة بيه، يعني ممكن يكون شغال حاجة خاصة بيه هو، ممكن برضو يكون بيصنع حاجة هو اللي بيصنعها بإيديه أو هو اللي بيعملها لنفسه وبيشتغل على الحاجة دي. فدي أكتر المميزات اللي تميز لك مين هو الشخص دوت. كمان الأبراج اللي معايا هنا، معايا برج الثور، ومعايا برج القوس، وكمان معايا برج الميزان، وفي برج الدلو، وفي برج الحوت، في عقرب، في حمل، وفي عذراء. بس هي دي الأبراج اللي معايا في القراءة رقم 1، فأنا بشكركم جدا جدا. أصحاب الاختيار رقم 2، أهلا وسهلا بيكم معايا اللي اختاروا على حسب بقى الأحرف أو الكروت. تعالى نشوف الطاقة بتاعتك في الفترة الحالية، ولو ما لقيتش الطاقة مناسبة معاك ممكن تشوف الاختيار رقم 1. الطاقة بتاعتك دلوقتي. مم. طيب بصوا بقى، يا فيكوا حد متزوج وعايز علاقة جديدة، او كنت مرتبط بحد والشخص دوت ضايقك جدا. الشخص ده ممكن تكون كانت علاقة سامة في حياتك، يعني علاقة ما كانتش مرضية بالنسبة لك ابدا. ولو انت متزوج فانا شايفاك ان انت ممكن تكون داخل علشان حبيب وانت مرتبط بحد تاني. شايفاك ان انت ممكن تكون بتعمل توازن في الفترة دي، يا بتعمل توازن ما بين حاجتين، يا اما بتشتغل على نفسك ان انت بتكون يعني بتقول لنفسك ان انا هرمي الماضي ورايا، وان انا هبتدي ابقى شخص متوازن، وان انا هبص لقدام وهحاول اغير من نفسي، هشتغل على نفسي، هحاول ابص لمادياتي، اشوف ايه اللي ممكن اشتغل عليه في نفسي وهعمله. واضح ان انت ممكن يكون في اشخاص تلاعبت بيك كتير الفترة اللي فاتت، او انت ممكن تكون كنت لحد قريب جدا مع اشخاص ما كانوش تمام. شايفاك كمان ان انت عندك شغف على حاجة عاوز توصلها او عايز تحققها. ممكن تكون يا اما مثلا عاوز تعمل شيء جديد، عايز مثلا تتعلم القيادة او السواقة، عايز تحترف شيء جديد. شايفاك ان انت كمان ممكن تكون ان انت دلوقتي بقيت شايف الامور اوضح، كل حاجة اتضحت لك، الوحش بقيت شايفه وحش والحلو بقيت شايفه حلو. بقيت تعرف تفرق ما بين الناس، مين اللي بيضحك عليك ومين اللي ما بيضحكش. شايفاك كمان إن أنت ممكن تكون بتتحلى بالجمال، يعني ممكن تكون أنت شخص جميل ما شاء الله عليك يعني. وكمان شايفاك إن أنت ممكن تكون متألق في الفترة دي، بتحاول تستعيد ثقتك بنفسك تاني، بتحاول تعمل عمل إبداعي، وكمان بتبين القوة للأشخاص اللي حواليك. ممكن كمان تكون أنت لو أنت شغال فممكن يكون حصل عندك ترقية في العمل، أو أنت بتحاول تعمل على نفسك علشان مثلا توصل لمنصب أكبر. كمان شايفاك إن أنت مسيطر على أمورك جدا جدا، إن أنت في الفترة دي شخص مسيطر على أمورك، لكن الماضي ليه تأثير عليك. أنت بتحاول تخرج من حاجة ليها علاقة بالماضي، علاقة سيئة، أشخاص كانوا مش تمام معاك بتحاول تخرجهم من حياتك، بتحاول تشوف الدنيا بصورة أنظف وأنقى من الصورة اللي أنت كنت عايش عليها قبل كده. بتحاول
يعني تنتشل نفسك من أشياء ما كانتش عاجباك، أشياء كانت مسيطرة عليك، وأشياء كانت عاملة لك أذى نفسي كبير جدًا، جدًا. فدي الطاقة بتاعتك أنت علشان تعرف القراءة منطبقة معاك والّا لأ، تمام؟ طيب مين بقى الشخص اللي ممكن يكون جاي لك في السكة كده للحب، للارتباط، للزواج؟ تعالَ نشوف مواصفاته، هو مين والأبراج بتاعته كمان. الشخص دوّة مين؟ الشخص دوّة ممكن يكون للبعض ده قريبك مثلًا، وممكن برضه يكون ده شخص من الخارج بيسافر مثلًا أو حاجة زي كده. عمومًا ده حب جديد، ده شخص حب جديد، تمام. الشخص ده شايفاه إن هو شخص ممكن يكون يا هو بيسافر برّه، يا إما عايز يسافر برّه، أو هو مسافر وعايز يلغي السفر وييجي علشان خاطرك أنت. الشخص ده ممكن يكون مختفي عنك الفترة دي شوية. على فكرة شوفوا القراءة الأولى ممكن تلاقوا فيها حاجة تناسبكم برضه. الشخص ده ممكن يكون خجول بطبيعته، شخص حذر جدًا، شخص حذر في تصرفاته. الشخص دوّة يا إما عنده مرحلة جديدة بيبدأها في حياته، يا إما في انتقالة في حياته الفترة دي. ممكن يكون كان عنده مشاكل مثلًا وابتدى يحلها، ابتدى يعني يخرج برضه من مشكلة كبيرة كانت عنده، أو كان في أشخاص أعداء بالنسبة له، فهو كمان ابتدى يخرج أو يبتعد عن الأشخاص دي. ممكن برضه يكون البعض ده كان مقيد في علاقة، علاقة غيرك. ممكن يكون يا هو في علاقة فعلًا، يا إما هو مقيد أو كان مقيد في علاقة وخرج منها. الشخص دوّة شايفاه إن هو يا قريبك يا صديق برضه. ممكن يكون للبعض ده شخص من خلال الإنترنت. لو أنت ما اتعرّفتش عليه فممكن تتعرّف عليه من خلال الإنترنت. الشخص دوّة ممكن يكون مادياته ضعيفة شوية. ممكن يكون الشخص دوّة بيحاول يعمل على استقراره المادي شوية الفترة دي. الشخص دوّة شايفاه كمان إن هو ممكن يكون الفترة دي مسترخي كده، بيحاول يتعافى من أشياء كانت عنده. ممكن يكون واخد عُطلة كده للاسترخاء والاستجمام. الشخص دوّة كمان شايفاه إن هو ممكن يكون عليه التزامات كتير جدًا بيحاول يعملها. ممكن يكون هو رجل أعمال بس على قدّه، لكن مادياته لسه مش كبيرة أوي. عنده أموال لكن مش كتير، لكن هو ممكن يكون برضه بيعمل حاجة لنَفْسه، بيحاول يقف على رجليه تاني الفترة دي. شخص ممكن تحس إن هو غامض شوية، يعني ما بيفصحش عن مشاعره وأسراره بكل سهولة، لكنه عنده خبرة، يعني لو في العمل بتاعه عنده خبرة. شخص حكيم برضه في تصرفاته. شخص كمان مستقر، شخص مخلص جدًا. ممكن يكون كمان شخص بيحقق العدل، ممكن يكون برضه شغال في القضاء، في القانون، حاجة زي كده، ممكن يكون محامي. شخص كمان شايفاه إن هو ممكن يكون الشخص ده قصير مش طويل على فكرة برضه للبعض. شخص كمان شايفاه إن هو أسراره عنده أهم حاجة إن هو ما يقولهاش لأي حد. الشخص دوّة لمّا بيزعل من حد كده بيبتعد وبياخد سكة كده لوحده وما بيبانش خالص، تمام. شايفة كمان إن الشخص دوّة شخص بيحاول يجدد من نَفْسه، لكنه هو مشكلته إن هو ممكن يكون شكّاك شوية، وممكن يكون برضه مُبذِّر حبّة في الأموال، يعني بالرغم إن هو أمواله مش كتير أوي، لكن هو برضه يعني دايمًا بيصرف. الشخص ده ممكن يكون عنده خيبة أمل من حد قبلك أنت، يعني ممكن يكون كان في علاقة سامة برضه زيّك، وهو الشخص اللي هو كان في حياته دوّة عامل له أزمة نفسية كبيرة جدًا. الشخص دوّة عمّال يراقب فيك كتير جدًا. الشخص دوّة مخبّيك جوّه قلبه وأنت السر اللي هو مخبّيه جوّه قلبه. الشخص دوّة كمان شايفاه إن هو ممكن يكون حد سمين شوية، يعني مثلًا مليان حبّة مش رفيّع مثلًا. طبعًا الحاجات دي بتبقى للأغلب فيكم مش للكل، لإن دي قراءة عامة. شخص ممكن كمان شايفاه بيحبك أوي الشخص ده، يا إما لو أنتم كنتم منفصلين طليق أو طليقة، فهو دوّة الشخص اللي بيفكّر فيك عاوز يرجع لك. لكن أنا شايفاه إن هو جاي لك بحُب جديد، لو ما كانش فعلًا كده قصتك، فده حُب جديد داخل في حياتك
أو ده شخص لسه ممكن يكون بيكراش عليك، شخص عاوز ارتباط منك، لكن يعني أثبتت لي كل الكروت إن هو بالفعل كان في علاقة غيرك في حياته، يا إما هو حاليًا على علاقة مع حد غيرك تاني أهو، الشخص ده ممكن يكون عايزك ومعاه حد تاني غيرك، خلّي بالك برضه، لإن هو مش مقتنع بالحاجة اللي معاه، هو مقتنع بيك أنت. ظهر لي تاني إن الشخص دوّة كمان برضه ممكن يكون عنده اختيارين، يعني أنت وطرف تاني، ده كل الكروت بتأكد لي كده على فكرة، يا إما الشخص ده شايفك أنت مرتبط بحد غيره وعايزك أنت تاخد القرار، يا إما الشخص دوّة بالفعل على علاقة مع حد تاني غيرك وعايزك مع الطرف التاني، فخلّي بالك. لكن اللي عاوزة أقوله لك من خلال القراءة إن الشخص ده بيحبك جدًا، الشخص دوّة لو أنت مع حد غيره فهو ندمان عليك وعايزك في حياته، الشخص دوّة شايفاه إن هو هيبذل أقصى مجهود علشان يكون معاك في العلاقة، لإن هو بيحبك جدًا، لكن هو زي كأنه محتار شوية يعمل إيه، بس هو ده القرار اللي المفروض هياخده معاك، تمام. الأبراج اللي معايا هنا، معايا برج الحوت، معايا برج سرطان، معايا برج العقرب، جوزاء، في دلو كمان، وفي برج الأسد، في برج الميزان، في برج الثور، في عذراء تاني. بس هي الأبراج اللي معايا في القراءة رقم 2. فأنا باشكركم جدًا، جدًا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، دعموني بفزر اللايك وعلى زر الجرس، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.